ما نزيدش شويه لقدام، سير 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 معايا، سير سير لقدام الدراري، سيروا 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 نمشيو على الطوموبيل، الطوموبيل كاملين. يعني اوكي شكرا عليكم الدراري. هذا الشيء كله لاننا نفتخر ونعتز بواحد المساله نقولها لكم معكم قال صريح، هو ان عندنا واحد العامل ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي هو علي سليم الشياف، يقدم جميع الدعم للمنطقه الصناعيه، دعم اللي هو متواصل جدا، ويدعم كذلك مثل هذه الانشطه اللي حنا باغيين نديروها. فاذا المساله غتكون سهله عندنا ولكن بتكافؤ الجهود. إذا النشاط اللي كيف ما كان اليوم وكيف ما تبعتوه هو كان حول التحول الرقمي في قطاع النسيج. كيف ما كتعرفوا باللي انه قطاع النسيج بحاله بحال جميع القطاعات كيعرف واحد تطور بشكل كبير جدا، لان كيعتمد بواحد 80% على الالات. اليوم الالات اللي كنشوفوها واللي كاينه في عالم الخياطه والنسيج بالمغرب هي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. اليوم واحد التكنولوجيا جديده اليوم كنشوفوها. كيف ما كتعرفوا باللي ان هذه الشركه ديال جاك هي تقريبا في المغرب ما كاينش شي معمل ولا شي شركه ما عندهاش لا ماشين ديال جاك، فبالتالي الشركه هي اصلها صيني، وكانت تعتزم باش تنظم واحد الحفل لعرض اخر المستجدات ديال الالات وفي قطاع في اطار هذا التحول الرقمي. كانت تعتزم باش دير هذا اللقاء في مدينه طنجه، فارتأت الجمعيه انها باش تحاول تقنعهم وتقنع الاداره باش انه يتنظم داخل المنطقه ديالتنا الهرويين، وفعلا نجحنا في ذلك وننظم بهنا. بالنسبه للامتيازات اللي كيف ما شفتوا بلي انه هو كاين واحد الدعم كبير اللي غيكون موجه للمهنيين اللي غياخذوا الالات ديال هذه الشركه اللي غياخذوهم من عند الشركه ديال جاك الصينيه مباشره. فكاين واحد الدعم، كاين مجموعه من الامتيازات اللي كتقدمها، الضمانات الى غير ذلك. فاحنا قلنا علاش لا، باش المهنيين يتعرفوا عن قرب على هذه اخر المستجدات، ويتعرفوا كذلك عن قرب شنو هي لي ريديكسيون اللي ممكن يستافدوا منها، ويشوفوا ما جد واستجد في عالم التكنولوجيا والمتعلق بالخياطه. لان كيف ما قلتي هي المنافس الاول والاخير ديال المغرب في قطاع النسيج يتظل هي الصين وتركيا. اليوم كنشوفوا مصر حتى هي دخلت للسوق ديال المنافسه. فبالتالي من الضروري اننا خصنا نتعرفوا على الاليات ديالهم، لان كيف ما تنقولوا لا بغيتي تحارب مع العدو خصك تعرف السلاح ديالو. فبطبيعه الحال باش نقدر تكون واحد المنافسه شريفه لابد اننا نتعرفوا على الاليات باش كيشتغلوا، باش نشوفوا سواء عندنا امكانيات اننا ندخلوها او لا ما عندناش امكانيات، مي خصنا نتعرفوا عليها، نعرفوا شنو كتلوح الساعه، شحال لا برودكسيون ديالها، لا كاليتي ديالها كيفاش دايره، باش نقدروا اننا ننافسوا. فلما لا اننا حنا الا كانت كنشوفوها ممكن تقدم لنا واحد الاضافه داخل الوحدات ديالنا، لما لا اننا ناخذوها ونشتغلوا بها. هذا هو اللي كان اليوم، وتعرفنا على عن قرب. بطبيعه الحال كانوا مجموعه من الامتيازات، مجموعه من الالات اللي شفناها لاول مره. بطبيعه الحال هذا كذلك داخل في اطار تبادل الخبرات مع الصين، باعتبارنا الصين هي شريك مهم جدا للمغرب، وخصوصا في هذه الالات اللي كتعتمد على الذكاء الاصطناعي اللي هي سابقه اليوم كنعيشوها في هذا القطاع ديال النسيج. وكذلك اللي مشات واحد الارتسامات جميله جدا، وهنا اشيد على مساله مهمه، وهو ان الوفد الصيني المرافق اللي جا. وخصنا نعرفوا واحد المساله، بان هذا العرض قدم في مجموعه من الدول ديال شمال افريقيا، ولاول مره في المغرب نظم في منطقه الهرويين. فهذا شرف كبير للمنطقه باش نكونوا متفقين. واللي جميل في الامر جدا وهو الوفد المرافق، الوفد الصيني اللي جا معاهم أعجبوا كثيرا بالمنطقة الصناعية، لدرجة أنهم داروا ودورات على رجليهم، يعني بحال نقولوا داك الهواء ديال الهراويين عجبهم وقيله، وحتى المنطقة الصناعية عجباتهم بهذه الامتيازات. هذا فعلا مقترح قدمناه، قلنا لهم علاش لا، لان خصنا نعرفوا هذه المساله. هذه الشركه ديال جاك راهي كتسوق المنتوج ديالها في العالم كامل وفي شمال افريقيا بالدرجه الاولى. فاحنا غنقترحوا عليهم، هذا اقتراح كاين غنحاولوا نحطوه. حنا يمكن واقيلا يكون كيشوفوا شي واحد يقول واقيلا لا راه ما يمكنش، ولكن خيال، ولكن لا حنا غنقدموه. نقول لهم علاش لا ما نشوفوش مع يكون واحد الدعم يتعطاهم داخل الاقليم ديال المديونه، ويدار مصنع
لصناعه الالات الخياطه داخل المدينه ويتم تصديره لجميع الدول الافريقيه. لما لا؟ هذه الصناعه مهمه جدا باعتبار ان المغرب يعتمد على قطاع النسيج، باعتبار قطاع النسيج يشغل عدد كبير جدا من العاملات والعمال داخل المنطقه. فلما لا اننا نستقطبوا هذه الشركه باعتبار انها الشركه رقم واحد بالمغرب، شركه ذات كفاءه عاليه، ان المونتاج ولا فابريكاسيون ديال لا ماشين دار في المغرب عندنا. فهذا غنحطوه لهم كمقترح باسم الجمعيه ونقدموا لما لا نديروا معهم واحد اللقاء يكون داخل المنطقه داخل اقليم مديونه بحضور جميع الشركاء اللي ممكن انهم يشوفوا كيفاش نقدروا نحطوا هذا المشروع على الامر الواقع اللي يكون تنميه كبيره جدا للمنطقه. بطبيعه الحال هي كاينه مجموعه من الجوائز اللي كتقدمها الشركه عباره على لي بون داشا خلاص، كاينين عاد مجموعه من غتكون واحد الطومبوله اللي فيها الفائز غادي يربح واحد الاله ديال الخياطه من النوع الجديد الاصدار الاخير. كذلك كاينه رحله الى الصين مجانيه، مجموعه من الامتيازات اللي قدمتوا. هي شيء جميل جدا اللي قدموها لانهم نباهروا كيف ما قلت نباهروا بالمنطقه الصناعيه. وبخصنا نعرفوا واحد المساله، شنو اللي خلاهم انهم يجوا عندنا المنطقه؟ هو الحفل الذي نظم احتفالا بالذكرى ال50 للمسيره الخضراء، لاننا كنا درنا ذاك الحفل وكنا وجهنا لهم الدعوه باش يجيو يديروا عندنا واحد المسابقه ديال اسرع خياطه او اسرع خياط فتنظمت داخل المنطقه. وملي جا ذاك الوفد المرافق انبهر بالجماليه وبالتنظيم الذي كان فائق جدا، وداك الشيء اللي كان فوق المستوى فاعجبوا. فبالتالي استطعنا اننا نغيروا لهم الانظار من مدينه طنجه الى مدينه الدار البيضاء، وبالضبط بمنطقه الهرويين اقليم مديونه. فهذا شرف كبير جدا. مساله اخرى هو هذا الشيء هذا يزيدنا نحن كجمعيه، كيزيدنا واحد الاصرار، واحد العزيمه، واحد التجربه بطبيعه الحال. واليوم ملي نجحنا الحمد لله ذاك الاحتفال اللي كان رائع جدا ديال ذكرى ال50 للمسيره، كذلك هذا الاحتفال اليوم اللي هو كذلك نجح بواحد الشكل كبير جدا. اليوم كنفكروا ان شاء الله تعالى باش غادي يكون عندنا واحد المعرض خاص بالمنتوجات ديال المنطقه الصناعيه الهرويين. يعني المعرض اللي كيدار في الدار البيضاء خلاص حدا مسجد الحسن الثاني بحالو، غنحاولوا نضموه هنا مصغر ويستهدف جميع تجار الجمله بالمغرب، وكذلك التجار اللي كيبيعوا عبر الانترنت الاي كوميرس. فهذا كنحضروا ليه وماشي سهل باش ننظموه داخل هذا الاقليم وداخل هذه المنطقه. يعني هنا كيبين بان فعلا كاينه واحد الاراده قويه جدا باش اننا نعطيو واحد النجاح كبير للمنطقه. وللحمد لله يعني نفتخر ونعتز دائما باننا كاين في واحد المنطقه اللي كتنتمي لواحد الاقليم اللي فيه عامل جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي هو العامل السي علي سليم الشقاف، الذي يسهر على كل كبيرة وصغيرة من أجل أن يعطي ازدهار ويعطي قيمة مضافة للإقليم. واللي نحن اليوم نقولها كجمعية منذ انتقالنا لهذه المنطقة الصناعية، وحنا كنشوفوا يعني واحد المواكبة كبيرة جدا ديال السيد العامل اللي عطى التعليمات ديالو منذ الأول لجميع المصالح ولجميع الشركاء باش أنهم يقدموا لنا يد المساعدة اولا، ثانيا باش يكون عندنا تواصل عن كتب معهم، ثالثا باش يلقاو حلول لجميع المشاكل التي يعاني فيها القطاع. هذا الفضل ديالهم. راه منطقه كنتكلموا على منطقه حديثه، راه استاذي هذه المنطقه راه في عمرها عامين اللي وصلت لي اليوم استطاعت تستقطب هذه الشركه واستطاعت انها كتفكر باش دير معرض. فهذا يعتبر انجاز كبير، وبفضل طبيعه الحال بفضل القياده الرشيده لجلاله الملك اللي عطى هذه المنطقه سخرها لهذا الواحد اللي كانت تشتغل في وضعيتين صعبه. والفضل مره اخرى يعود لعامل جلاله الملك على الاقليم، وكذلك السيد الباشا والسيد قائد المنطقه وعوان السلطه، وكذلك جميع المدراء وجميع يعني الشركاء ديالنا في هذا القطاع، فهم مشكورين بهذه المناسبه ونجدد لهم الشكر مره اخرى. اليوم كنعيشوا واحد اللحظه تاريخيه في بلادنا، لحظه اطلاق الجيل الجديد من الآلات داخل المصنع الذكي بالمغرب بشراكه مع علامه جاك العالميه بنشر احدث التقنيات في بلادنا. هذه الخطوه ماشي غير تطوير صناعي، ولكن فقره كبيره كتاكد بان بلادنا غاديه في اتجاه ديال المستقبل. المصنع الذكي هو ثوره في العالم ديال التصنيع، كيسمح بانتاج سرعه اكثر ودقه اعلى وجوده احسن، والتكاليف كتكون اقل. وخصوصا كتعرفوا بلادنا دابا بالنسبه لا مان دوفر، يعني العمال ديال هذا القطاع هذا ولاو قلال، لهذا خص المصانع تطور في هذا الميدان هذا وتمشي اكثر. ومع علامه جاك المعروفه عالميا بالقوه والدقه والابتكار، هذه الرؤيه ولات حقيقه في المغرب. علاش الاستثمار في المصانع مهم؟ لان المستقبل ديال الصناعه غادي لها، والفرص اليوم اكثر من اي وقت.
واللي غيستثمر دابا في هذا القطاع هذا غيكون هو السباق باش يتحكم في الاقتصاد في العالم. وشكرا.